والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللي في قلوبكم عدنا لكم فيديو جديد أعزائي المشاهدين والمشاهدات والمتابعين والمتابعات. قبل ما نبدأ الفيديو إعجاب اشتراك متابعة ولايك وحتى واحد سويها بأنفه هكذا وخش في الموضوع. اللي قالوا يريدوا يجاهدوا في فلسطين، الحين الحدود مفتوحة يا غوالي يا شياطين. لا عاد أشوف واحد يتكلم يبغى يفتحوا الحدود مسكرة، مدري ما كلام فاضي من حق المتفرضات. الحين الحدود فاتحة، مصر فتحت حدودها، ضالب باقت لبنان الأردن بفتح الحدود. مصر والله ما قصرت فتحت الحدود، باقي الأردن ولبنان، هؤلاء الدولتين المحادثة لفلسطين. واللي قالوا يبغوا يروحوا الحين الحدود مفتوحة، لا عاد أشوف واحد يقول يفتحوا الحدود. والله كلام فاضي، والله ما بيروح حدا، نص الدولة العربية ما بتروح. يعني عاكون يروح من كل دولة النص والنص الباقي يبقى يقول اروح وعيالي ومرتي لمن. يا حبيبي كله موت، بس هذاك بيزيد الله يغفر لك ذنوبك والذنوب اللي قد سويتها في عام التسعينات. تصير شهيد ولا الجنة، بدل ما تروح لا جهنم مع فرعون تصير انتو فرعون تتجابروا. ها واهم شيء الحين الحدود مفتوحة، ضارب باقي الدول بفتح الحدود مثل الأردن ولبنان، ومصر فتحت ما قصرت. نشكر الرئيس السيسي ميسي فتح الحدود ونوجه له القبعة، وباقي الحكام العرب يعقلوا ويراجعوا حسابهم. كلنا عرب والله الأجانب ما بينفعوكم، هم يهود اسمي يهودي. انت تدري ما معنات كلمة يهودي؟ يهودي والله يمشي يقضي بحاجتك ويصغفك يأذك للكل. أهم شيء بالذات تولى المشهورين والفنانين والممثلين الذين معهم صفحات قوية، يعني يتكلموا عن قضية فلسطين وفلسطين، لا يخافوا والله الرزق بيد الله. لا تخاف على الصفحة بيروحوها مدري ايش، بيعوضك الله بحساب جديد. الحين قال لك في خبر عاجل، اي واحد يتكلم عن فلسطين ولا اي فلسطين ما يعدم المشاركة، لا تصدقوا والله كله كذب. ما في الفيسبوك والله بدع عن فلسطين، والله كذب. ولا اللي يقول لك اسرائيل دفعت لمواقع التواصل، والله ما فتحت شيء، غير هكذا تهديدات. لا تصدقوا والله، شاركوا والله ما حد يكلمكم، غير هكذا يخوف العرب يشوفونا، بس احنا عرب ما بنقصر والله.